في واحدة من أكبر شركات العالم، الشركة اللي بتوصل لكل بيت، أمازون. ناس كتير تعرف أمازون لكن ما تعرفش إيه اللي بيحصل داخل مخازنها. واحد صحفي بالصدفة الشديدة اكتشف إزازة داخل عربية التوصيل تبع شركة أمازون، بياخد الإزازة لقى فيها مياه صفراء، راح رايح محللها، ومن هنا اكتشف الصدمة الكبرى. اكتشف إنه بول بيبي يعني. ومن هنا لقى كذا إزازة حوالين مخازن شركة أمازون. طبعا فتح تحقيق وقعد يدور ايه اللي بيحصل جوه الشركة دي، ومن هنا اكتشف مع احد الموظفين اللي واقف معاهم بره وعمل معاهم سبق صحفي وسأله ايه اللي بيحصل ده. قال له ان الشركة ليها تعليمات صارمة جدا ان اي موظف هياخد اذن انه يدخل الحمام هيتخصم له، ولو طلب تاني هيترفد خالص، لان عندهم عدد طلبيات محدد لازم يوصل في ميعاد محدد. طبعا امازون لما سمعت التقرير ده وطلع، اول حاجه بدات تنكر وقالت ده الكلام ده مش حقيقي وما فيش اي الكلام ده واحنا تمام الا ان السبق الصحفي ده ولع العالم كله، انتشر في كل مكان. ومن هنا امازون اضطرت انها تعترف ان ده حقيقي حصل عندها، انها لازم تغير سياساتها من ناحيه الموظفين اللي شغالين عندها. ومن هنا هنطلع لحلقتنا النهارده والموضوع بتاعها: هل البيزنس مع الاخلاق بيتفقوا ولا بيختلفوا؟ هنتكلم النهارده عن ايلون ماسك ومحمود العربي. ايلون ماسك اتولد سنة 1971 في بريتوريا بجنوب افريقيا. ايلون كان الابن الكبير لعيلته، اتولد بعد اخواته توسكا وكامبل. اتولد في عيلة غنية لأب عنده منجم زمرد، وامه الكندية كانت بتشتغل موديل. يعني كده ماسك جنوب افريقي كندي، ولسه حكاية امريكا ما بدأتش اصلا. الولد اتولد في طفولة مرفهة قعد فيها 9 سنين من عمره، وكان باين عليه من صغره الذكاء والتفوق. وفجأة وبدون سابق إنذار ماسك حياته بتنقلب رأسا على عقب لما أبوه وأمه بينفصلوا عن بعض سنة 1980. أمه عاشت مع أبوها في جنوب أفريقيا فترة بسيطة لغاية لما بتاخد القرار وبترجع بلدها الأم كندا. وقت السفر رجعت الأم لولادها عشان تسألهم وتخيرهم تقعدوا معايا ولا تقعدوا مع أبوكم، إلا أن ماسك اختار إنه يقعد مع أبوه ويكمل حياته في جنوب أفريقيا. والقرار ده كان محطة مهمة جدا في حياته، لأنه هيعمل حاجتين: حاجة حلوة قوي وحاجة وحشة قوي. الوحش في الموضوع كانت معاملة أبوه ليه، اللي كانت قاسية جدا وأثرت جدا في شخصية ماسك. وبسبب معاملة أبوه اللي أثرت في نفسيته جدا خلته يطلع طاقته الكاملة في الكمبيوتر. فتخيل بقى عيل عنده 10 سنين يبدأ يفكر في برمجة لعبة، لدرجة انه عند 12 سنة قدر يبيع الشفرة بتاعت اللعبة ب $500. وتيجي بقى سنة 88 فماسك يقرر انه يرجع كندا عشان يهرب من التجنيد الإجباري اللي في جنوب أفريقيا. وخد القرار وراح كندا ودرس في جامعة كوينز في أونتاريو وخد الجنسية. وجنب الدراسة بدأ إيلون ماسك يشتغل، فبدأ يشتغل يبيع خضار، ينزل يلم خشب، يعمل أي حاجة، المهم يشتغل ويطلع فلوس ويعمل سبوبة حلو. وده طبعا ما أثرش على المستوى الدراسي بتاعه، بل بالعكس هو كان من تفوق لتفوق. فهو كده ناجح في الشغل اللي هو المهنة يعني، وناجح في الدراسة، لحد لما جات له فرصة عمره اللي هتغير حياته رأسا على عقب، انه يروح امريكا ويدرس في جامعة بنسلفانيا في ولاية فيلادلفيا. وبشوية خبرة بقى من اللي خدهم من كندا بقى عارف كويس قوي ايه اللي يعمله في امريكا ويكسر بيه الدنيا. ومن هنا بقى جات له الفكرة العبقرية انه يفتح ديسكو في بيته مع واحد صاحبه ويعمل بيه سبوبة حلو. خد بكالوريوس في الفيزياء وواحدة تانية في الاقتصاد، واتجوز واستقر في أمريكا لحد ما خد الجنسية. وجات له فرصة إنه يعمل الدكتوراه ويكمل دراسته في جامعة ستانفورد، إلا بعد يومين بس خد القرار إنه ما يكملش دراسته التعليمية ويبدأ يتجه إلى البيزنس. ومن هنا بقى ماسك بينظر نظرة مختلفة تماما على كل اللي درسه، لأنه عرف إن المستقبل الحقيقي في علوم الفضاء والإنترنت والطاقة المتجددة. من الآخر كده شاف إن العلم في الراس مش في الكراس، وقال لك أنا مش هشتغل في الوظيفة، أنا عايز أبقى بيزنس مان، أعمل خميرة حلوة أكبر وأشتغل براحتي وأعرف أدير شغلي. وفعلا اختار المجال بتاع المستقبل زي ما احنا قلنا ال3 نقاط الأولانيين. هتتحرك بقى فين يا ماسك؟ قرر إنه يتحرك على سيليكون فالي، وده أهم مقر في أمريكا حواليه كل الشركات العالمية وكل البيزنس مان اللي في أمريكا كلها، ما كانش في العالم كله. شركات زي مين يا معلم؟ زي ابل ومايكروسوفت، يعني من الاخر كده رايح يلعب مع الكبار. وفعلا يتفق هو واخوه كامبل انه يبداوا اول شركه بتاعتهم، وسنه 95 بيجمعوا مبلغ عشان يبداوا بيهم
أول شركة ليهم هما الاتنين، وجمع هو وأخوه مبلغ 28,000 دولار عشان يبدأوا بيهم أول شركة ليهم في مجال البيزنس. ركز معايا بس في المبالغ، عشان واحنا ماشيين المبالغ دي هتتضاعف وتتضاعف وتتضاعف. والشركة كان اسمها زيبتو، ودي شركة شبيهة جدا لجوجل مابس اللي فيها عناوين الشركات والتعامل معاهم. وحققوا نجاح باهر خلاهم سنة 99 يبيعوا الشركة فوق ال 300 مليون دولار. 300 مليون دولار، ركز معايا في الأرقام. 28,000 دولار في خلال 4 سنين بقوا 300 مليون دولار. ساعتها كان ايلون ماسك عنده كام سنة؟ كان عنده 28 سنة. طب بالفلوس دي هتعمل بيها ايه يا ايلون؟ راح رايح جايب عربية ماكلارين F1 بمليون دولار. من هنا بتبان شخصية ايلون الحقيقية، انه راجل زي ما بيحب البيزنس وبيحب النجاح، بيحب الواجهة والشكل، وده بيبين شخصيته اللي هنشوفها كل شوية توضح معانا سيكا سيكا في الحلقة. ركز معايا عشان تفهم الشخصية كاملة. طب انت اشتريت العربية، قناة CNN بتصور ايلون ماسك وبتعمل معاه لقاء، نتيجة بس ان العربية اللي بدأت فعلا تعمل له وجهة وسط الشركات الكبيرة في سيليكون فالي. بعدها بقى يوم جاي عامل ايه؟ فاتح شركة تانية لتحويل الأموال اسمها X.com، بدأ حرف X يبان معانا. ركز معايا، اللي دخلت في منافسة كبيرة جدا مع شركة باي بال اللي بتقدم نفس الخدمة بالظبط. وفضلت الحرب بينهم رايحة جاية لغاية ما سنة 2000 اندمجوا هما الاتنين في شركة واحدة. اشترتها شركة اي باي في صفقة بتقدر ب1.5 مليار دولار سنة 2002، وايلون ذات نفسه دخل في جيبه بس 200 مليون دولار. ركز معايا في الارقام عمالة تزيد اهي بالمش طبيعي يعني. بيقرر طبعا ايلون ماسك انه يفتح شركة تانية، بس يبقى هو بس لوحده، يبقى هو مدير وهو اللي يعرف يفرض وجهة نظره وسيطرته، بعيد طبعا عن اخوه، وده جزء تاني من شخصيته اللي بتبان معانا في الحلقة. وايلون ماسك ده يبقى اخر شخص تتمنى انه يكون مديرك. ما عندوش مشاعر، عصبي، نرجسي، الانسان بالنسبة له مجرد آلة فلوس بس. مش بيفكرك بحد، ده مدير عندك بتاع اكيد بيفكرك بحد. ودايما كان ماسك يحب دايما منصب المدير، منصب ان هو يفرض سيطرته ووجهة نظره في الشركة. على فكرة ده جانب مش وحش قوي، يعني ان هو الراجل اصلا كان عنده فعلا وجهة نظر في البيزنس، بدليل ان اغلب شركاته اللي هنسمع بيها بعد كده تبقى ناجحة جدا. المهم بينتقل ماسك ليه انه يفتح شركة. اي حد لو سألته الفكرة دي جات له ازاي يقول لك ده راجل مجنون، وهي شركة سبيس اكس. وده كان احد احلامه، انه ينتقل لغزو الفضاء ويسيب الارض اللي هو كان متخيل مستقبلا من وجهة نظره انها تتدمر، وان العالم كله هيبدأ يدور انه يعيش في الفضاء. وده خلاه يصدق حلمه ويتحرك عليه ويشتغل عليه، وقدر ينشئ الشركة بتاعت سبيس اكس دي بأقل بكتير من 5 أضعاف أو 6 أضعاف شركة ناسا أو وكالة ناسا الأمريكية. لدرجة إن هو أول ما فكر في الشركة دي اتجه إلى روسيا وراح عشان يشتري الصواريخ اللي هيبدأ يصنعها ويشتغل عليها. فعرض عليهم 21 مليون دولار في نظير إنه يشتري 3 صواريخ. لكن طبعا الروس قالوا له لا يا بيه، أنت ب 21 مليون دول تشتري صاروخ واحد. ومن هنا ماسك رفض التعاون معاهم ورجع وقال الله، طب وانا ايه اللي يخليني اشتري الصواريخ؟ طب ما انا ممكن اصنعها. بس كمان ما يصنعهاش العادي، ده حط التاتش بتاعه. عادة يعني معلومة سريعة كده عن صواريخ الفضاء، ان الصاروخ بيطلع رحلة واحدة وبيتفكك في الفضاء، يعني الصاروخ مقابل رحلة، فتكلفته بتبقى عالية جدا في نظير رحلة واحدة. الا ان ماسك بسبب عبقريته ووجهة نظره الواسعة وعقليته الفذة زي ما بنقول، قال لك لا، انا عايز الصاروخ يطلع ويرجع تاني. يبقى الصاروخ له كذا رحلة مش رحلة واحدة بس. ومن هنا بدأ يفكر ويشتغل على الحلم بتاعه وعلى فكرته انه يبدأ يجيب قطع غيار الصواريخ وينفذها عنده في سبيس اكس، بحيث ان الصاروخ يطلع كذا مرة. وبيبدأ يعرض وجهة نظره لدرجة انه يجيله اول عميل يتعامل معاه. مين يا بيه؟ وزارة الدفاع الامريكية بتطلب منه ان هم يطلعوا قمر صناعي الى الفضاء. بيبدأ إيلون يشتغل على الشغلانة دي ويجهزوا الصاروخ ويجربوا أول تجربة، والجميع منتظر إلا إنها بتفشل. يستنى تاني يجرب التجربة التانية فتفشل، فشل في فشل في فشل، إلى إن في الآخر بتطلع أول رحلة فضاء بصاروخ تبع سبيس إكس حمل قمر صناعي، وبتنجح نجاح غير عادي. مش بس كده، الصاروخ بيرجع سالما إلى الكرة الأرضية. في ظل تجارب الصواريخ اللي عمالة تفشل، بيفكر ماسك إنه يفتح شركة تانية، وفعلا بيدخل شريك في شركة تسلا. الله عليك يا مارك. واستثمر 70 مليون دولار في شركة تسلا دي، إلا إنها بدأت تفشل 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 لحد ما نجحت في عربية رودستر اللي بتبدأ
تسمع اسم الشركة انه يتعرف عالميا. وفي ظل النجاحات الحلوة دي كلها بتحصل الأزمة العالمية سنة 2008، وطبعا عملت ركود في كل شركات ماسك، لدرجة ان هو قال عن الفترة دي: في تلك الفترة صرفت آخر دولار في جيبي على شركة تسلا. وعشان الشركة تصمد وقتها خد قرار هيكمل بيه بقية حياته، وده قرار يبين قد ايه شخصية ماسك بتبص للبيزنس بدون اي انسانية. فبيقرر يسرح 25% من موظفين شركة تسلا، كله على البيت يا بيه، محدش قاعد، وأجل الإصدار الجديد لتسلا اس، إلا إن جاله ضخ من رجال الأعمال بمبالغ ضخمة جدا، ففعلا بيتحرك في تسلا اس، وبتبدأ تنزل السوق، وبيبدأ تاني سلسلة النجاحات لشركة تسلا. مش بس بتنجح، دي بتبقى من أنجح شركات العالم في 18 سنة، حصتها بتبقى تريليون دولار. عارفين التريليون ده كام صفر؟ أنا في جيبي 5 جنيه، فأنا مش هروح معاك في القصة دي. وبجنب البيزنس ماسك بيفكر في السياسة، وبيبدأ يقرب من دايرة رجال السلطة في أمريكا لحد ما بيوصل إنه بيبقى مستشار لأوباما سنة 2010. وعشان يزود شهرته بدأ يبقى ناشط جدا على تويتر، كل شوية تويتة كل شوية تويتة محمد، لدرجة ان جات له الفكرة قال الله طب ما اجيبه كله على بعضه، وفعلا اشترى تويتر وسماه اكس. اشتريته بكام يا بيه؟ ب 44 مليار دولار. لا والله. ده بس عشان يوصل صوته وافكاره لمستوى العالم كله. وهل ذلك حصل فعلا جدا؟ وكانت وسيلة ان هو يتقرب لترامب اللي كان ممنوع على موقع تويتر. ده دخل مع ترامب وشارك معاه في حملته، رغم ان ترامب ده كان عدوه الشديد، الا ان طبعا المصالح بتتصالح، وشارك في حملته باكتر من 250 مليون دولار. هتقول الكلب ده. لحد ما كسب ترامب في ولايته التانية، والمكافأة لماسك خده هو وعياله الى البيت الابيض. لا حرفيا هو وعياله، صور صورة هو مع ابن ماسك، وابنه كان قاعد تقريبا مش عارف بيلعب في المكتب او حاجة زي كده، صورة مشهورة جدا. الولد قاعد في مكتب اهم رئيس في العالم وحاضر اجتماعه، وبيمسح مناخيره في مكتبه. برافو يا حبيبي، برافو يا حبيبي. وترامب عشان يكافئ ماسك كمان اختلق له منصب جديد محدش كان يسمع عنه قبل كده، وهو رفع الكفاءة الحكومية في ولاية ترامب الجديدة. اخيرا فهمتني يا وديع. طبعا الوزارة دي جديدة والمنصب ده جديد محدش مسكه قبل كده. وطبعا ماسك زي ما قلنا بقى سياساته وافكاره اللي جايه عن طريق الرحله الطويله اللي حكيناها في الحلقه، بياخد المنصب الحكومي ده وبياخد موظفين من شركاته الخاصه، وبينزل يغربل اي مؤسسه حكوميه، يطرد موظفين، يسرحهم، يقلل، اهم حاجه انه يقلل التكلفه الماديه على الحكومه الامريكيه. يعني مش بس كسب ان شركاته اسهمها اتضربت في السقف ونجحت نجاحات وعملت فلوس واموال غير عاديه لاجل بس فوز ترامب، لا كمان كسب سلطه كبيره انه يقدر يقول لاكبر موظف حكومي سيب مكتبك وامشي. ووعد ماسك امريكا كلها انه يخفض ميزانيتها بحوالي 2 تريليون دولار. الله عليك يا ماسك. وهيعمل ده انه يوقف الفلوس اللي امريكا بتدفعها للعالم. مفيش معونات، مفيش جمعيات خيريه، مفيش الكلام ده كله. ده بل بالعكس، ده لغى دعم للمؤسسه كبيره اللي هي اسمها الوكاله الامريكيه للتنميه الدوليه. شباب كتير مستنيه منح انها تتعلم وتكمل تعليمها، الكلام ده كله هيقف بقرارات ماسك. وخلي بالكم من ضمن المؤسسات اللي هتقف برضو اي حاجه ضد ايلون ماسك ذات نفسه. فصاحبنا طبعا له بتاع 10 استجوابات كده، فسهل جدا انه يخلص منها او يمشي الناس اللي بتلوموا فيها او بتدينوا فيها. ولحد دلوقتي الحكومه كان فيها 2 مليون و300 ألف موظف. صاحبنا بقى ماسك بسلطته الجديدة وبأفكاره الغريبة مشى أكتر من 100 ألف موظف. يخرب بيتك يا ماسك. الناس في أمريكا ما سكتتش على اللي بيحصل، وبدأت سلسلة مظاهرات كبيرة بتنادي بإسقاط إيلون ماسك، ونزلوا ولعوا في عربياته ومقرات شركاته عشان انت بقى ماسك تبدأ تستنصح على الشعب وتقطع عيشه. وقل سعر السهم من 489 دولار ل 230 دولار. ترامب استفز الناس وطلع بتصريح في 11 مارس اللي فات، وكان جنبه 5 عربيات تسلا واقفة جنبه في البيت الأبيض. تحس إنه جراج ماسك مش البيت الأبيض اللي هو أكبر حاجة في العالم. وطلع ترامب بيمدح في العربيات دي وبيشكر فيها وكأنه بيستفز الناس فعليا. وأسطورة ماسك اللي كنا فاكرينها انتهت فضلت مكملة لحد معانا النهاردة. ممكن من التوقعات إنه مهما استفز الناس ومهما مر بتجارب وتقلبات، إلا إنه هيفضل إنه أشطر رجل أعمال مر على تاريخ أمريكا كله. بس دي طبعا حاجة في علم الغيب، ولحد ما ده يحصل تعالوا نعرف الشخصية التانية اللي معانا النهاردة، شخصية محمود العربي. الإنسان مننا اتخلق للإنسان الآخر.
محمود العربي شاب اتولد في عيلة فقيرة في قرية أبو رقبة بالمنوفية سنة 32. طبعا كالعادة اللي بيتولد وبيعيش في القرية اللي زي كده بيتعلم في الكتاب، بيحفظ القرآن كأي واحد عايش في قرية في عهده ففي وقته يعني. بس أنا ماشي. أبوه كان راجل فقير، ما كانش يقدر يدخله مدرسة يعلمه تعليم عالي، كان راجل أجري بيزرع في الأراضي. وبسبب الفقر وضيق الحال بيقرر أبو محمود إنه يخرجه بره المدرسة ويبعته مع أخوه إلى العاصمة القاهرة وهو عنده 10 سنين. واشتغل ساعتها محمود في محل بيبيع أدوات منزلية في منطقة الحسين. وفي خلال ما هو شغال في المحل ده بيفكر محمود هو وأخوه إنه يجيبوا البضاعة دي ويبعتوها إنها تتباع في قريتهم، يعني يشتري البضاعة من المحل اللي هو شغال فيه ويبيعوها في قريتهم، ومن هنا يقدر يزود الدخل بتاعهم شوية. وده دليل وبداية فكر البيزنس بتاع محمود العربي. والأهم بقى من كل ده القبول. محمود العربي كان ربنا زارع المحبة في قلوب الناس لما بيتعاملوا معاه، كان كل الناس بتحبه، بل بالعكس له زباين بتيجي مخصوص المحل عشان تشتري من محمود. بدأ بأجر 120 قرش في الشهر لحد بعد 7 سنين وصل أجره ل 3 جنيه و20 قرش. طبعا جنيه بتاع محمود العربي سنة 40 ولا 30 مختلف تماما عن الجنيه اللي في عهد 2025 معانا هنا. لحد ما راح الجيش وخدم في الجيش 3 سنين وخرج من الجيش وكمل شغله. وسنة 57 بيتجوز محمود وبيخلف 6 عيال. وفضل شغال عادي محمود ومستقر لحد ما زاد الراتب بتاعه 27 جنيه سنة 63. وهنا بقى قرر العربي ان كفاية قوي كده على الوظيفة ولازم افتح محل وابدأ طريق البيزنس. ففتح محل في الموسكي، كان معاه شريكه ودفع فيه تحويشة عمره اللي كان ساعتها بتوصل تقريبا ل 4000 جنيه. وبدأ يملي المحل بضاعة بالآجل بسبب علاقته الحلوة مع التجار اللي كان بياخد منهم البضاعة. وده دليل تاني على شخصيته، هي محبة الناس اللي بتفيده دلوقتي في البيزنس مش بتضره. كانت الدنيا ماشية معاه حلو جدا ولوز العنب لحد ما الحكومة بتقرر انها توزع الادوات المدرسية على الطلاب من غير ما يشتروها. فده طبعا اثر كتير جدا على ارباحه ومكاسبه. بس بقى محمود هنا وقف وما بكاش على اللبن المسكوب ولا وقف محلك سر، بالعكس فكر وطور من افكاره وفكر انه يغير النشاط بتاعه. بدل ما النشاط ده وقف يشوف نشاط تاني يخلي الدنيا احسن وافضل. فبدأت الشركة تتاجر في البضائع اللي جاية من ليبيا ولبنان. كانت بدايتها في التلفزيونات لغاية لما بدأت تتطور لانها تبقى كل الادوات الكهربائية، وبناء عليه كانت هي البضاعة اللي رايجة والرابحة. وعلى عكس حكومة عبد الناصر اللي وقفت تجارته قبل كده، حكومة السادات فتحت تجارته وجي معاها الانفتاح، واللي هيبدأ منها امبراطوريته وبداية علاقته باليابان اللي بدأ يستورد منها في عز ما المنتجات اليابانية كانت بتغزو العالم كله. وزار اليابان سنة 75 وخد منها توكيلات الأجهزة الكهربائية. وهنا ما اكتفاش بس انه يبقى تاجر، بل بالعكس فكر انه يتعاون مع توشيبا وانه يصنع ماركة توشيبا داخل مصر. وطبعا ناس كتير ما تعرفش ان ماركة توشيبا دي اصلا ماركة مشهورة جدا في اليابان، بل مشهورة جدا في العالم كله، الا ان ارتباطها باسم محمود العربي خلى ناس كتير تعتقد ان الماركة دي مصرية. ودي طبعا بسبب النغمة المشهورة جدا وانتشرت في الاوساط العربية مينلي وهي توشيبا العربي. عايز اقول لك بس حاجة مهمة جدا، انه هيبان شخصية محمود لما يقرر هيفتح المصنع فين. مجموعة العربي بدأت بين اهله وعيلته، ويقرر يفتح اول مصنع لمجموعة العربي فين؟ في المنوفية اللي هي موطنه الاصلي او قريته الاصلية. وغير فكرة الصانع اللي بينفذ تعليمات من الغرب فقط اللي بيجيله بينفذه، بل بالعكس حط بصمته وابهر اليابانيين ذات نفسهم. واشترى 3 فدادين في بنها وبنى عليه مؤسسة شاملة، وخد حق من اليابان انه يصنع 40% من قطع غيار المنتجات الكهربائية. وطبعا محمود العربي لو ركزنا في حياته هو طول عمره بعيد عن السياسة، لا انضم الحزب ولا انضم الجماعة ولا اتحسب على اي تيار سياسي، بل بالعكس كان دايما مركز في شغله بس. وزي ما بيقول الناس ان البيزنس ملوش مبادئ، الا ان محمود العربي كان عنده رجل ذو مبادئ، وبل بالعكس رفض يتعامل مع الجماعة اللي ما بنحبهمش. محمود العربي قدر انه يخلي المصريين، وكان طبعا الشعار بتاعه توشيبا العربي صناع الثقة، الا ان محمود العربي قدر يخلي الثقة في كلمة العربي قبل توشيبا. اي حاجة بيصنعها ايا كان اختلاف ماركتها
فهي بتلاقي إحسان الجمهور وثقتهم. وأتحدى أي بيت بيتفرج عليا دلوقتي أو بيسمعني ما عندوش جهاز أو جهازين مينيمم من مجموعة العربي. ومهما أنا قلت واتكلمت عن محمود العربي، مشهد وحيد وهو آخر يوم في حياته هو اللي بيمثل بالظبط طبيعة شخصيته وحب الناس إليه. يوم جنازته اللي أبهر المصريين كلهم، وإيه ده؟ إيه عدد الناس ده؟ إيه حزن الموظفين اللي شغالين عنده ده؟ الناس بتبكي ولا كأنه أبوه أو أمه، يعني حزن شديد وتأثر شديد، وعدد مهول من كل موظفين اللي كانوا شغالين تحت مجموعة العربي. رحمة الله عليك يا باشمهندس محمود. بعد ما اتكلمنا عن إيلون ماسك ومحمود العربي، حابب دلوقتي أخوض معاكم في فكرة بسيطة. هل البيزنس مرتبط بالمبادئ والأخلاق ولا لا؟ واحد زي محمود العربي اللي اهتم بموظفيه وكان كل ما عدد موظفيه يزيد كل ما يبقى فرحان اكتر. طب سؤال، هل المؤسسة بتاعته كانت ناجحة ولا لا؟ كانت ناجحة ولا زالت ناجحة. لو بصينا على ايلون ماسك هنلاقيه انه رجل بلا انسانية. هو عنده مبادئ لكن ما عندوش انسانية او رحمة بالموظفين، وعنده الرفض او التوظيف، ده شيء هو لا ينظر اليه، ولكنه ايضا ناجح ورجل ناجح جدا. طبعا مش انا اللي هقيم ايلون ماسك، ولكن دايما لما نيجي نحط في الميزان كإنسان مش كبزنس، اكيد كفة محمود العربي هي اللي هترى.